كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. وطبعا بقى ايه نبتدي معاكم موضوعنا اللي مروان مجهزه من بدري. ماشي. ساعات كده بقى في وقت وانت ماشي في وسط الزحمه مروان بتكتشف ان اكتر حاجه مرهقه مش اللي بيحصل، لكن ان انت بتضطر تتحمله. مش ناقص صوت عالي مثلا ولا شد ولا جذب ولا محاولات اقناع ولا ان حد مثلا يبرر اختيارات انت اصلا مقتنع بيها في اللحظه دي. يعني بتحس انك عايز ايه؟ تهدى مثلا مش تهرب، عايز تقلل مش تكسب. فسؤال النهارده انت امتى بتحس انك مش ناقص؟ عارف لما تبقى قاعد كده بينك وبين الناس لا 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 مش ناقص اكتر من كده. انا مستكفي مستكفي او مش مستكفي لا متهيألي مضغوط انف لا ولا مضغوط متشبع انا تمام. لا يعني انا دي حاسسها قوي، مش ناقص علاقات جديده. انا بحسها بس دي انا مش يعني اتعرف على ناس كتير ومعارفي كتير وعلاقاتي كتير جدا، بس مش محتاجه اكون اصدقاء مقربين كتير. بس انا مش شايفاها ان متشبع باللي عندي ومستكفي باللي عندي. اصدقائي سواء بتوع المدرسه جروب المدرسه او جروب الجامعه انا كده تمام. بس انا مش شايفاها كده. انا مش شايفه الموضوع كده. انا شايفه ان الموضوع مش ناقص دي مش ان انت تمام انا مكتفي باللي عندي. لا هو انا عندي اللي مكفيني، مش ناقص اي حاجه زياده دلوقتي. هي تمشي الاثنين. فاهم قصدي ايه؟ مش ان انا عندي اصحاب كفايه ومبسوطه مش عايزه اصحاب زياده. اعتقد ان ليها علاقه بالسن. يعني انا في المرحله العمريه اللي انا فيها لا يعني في حاجات كتير غير فكره ان انا مضغوط او مش مضغوط او عندي دربكه في حياتي او ما عنديش دربكه في حياتي. لا خلاص انا وصلت لقناعات معينه مريحاني ومش مضايقه اللي حواليا فانا تمام. ماشي. هو يعني كل واحد فينا باصص للموضوع بطريقه مختلفه كالعاده. يعني انا بالعكس مثلا اختلف في موضوع التبرير. لا انا لما اخد يعني في ساعات الواحد بيضطر يتصرف تصرفات او يقول كلام معين لازم يبقى له مبرر. ما ينفعش اقول لك بص يا يارا انا مش شغال معاكي تاني واسيبك وامشي. لازم اقول لك مبرر سبب ليه يا يارا مش هشتغل معاكي تاني. عشان مثلا مواعيد مش مناسباني، عشان احنا ما بقيناش متفقين زي الاول، عشان حاول تقول لي ايه يا مروان؟ الحمد لله ان انت لقطتي حاجه. قول لي انت بتعمل ايه على الهوا دلوقتي؟ انت بتحاول تقول لي كلام على الهوا عشان فاكر ان انا مش هرد؟ لا هرد يرضيني وهتضرب على فكره. فدي انا شايف انه لا دي يعني انا ما بتفضاش عندي البطاريه دي بتاعت التبرير. مش تبرير، اسباب. طب لو انت اللي بتبرر، يعني مثلا لو لقيت نفسك ان انت كل مره مثلا تيجي تتكلم معايا في حاجه لازم تقعد تشرح نفسك وتبرر لنفسك مع انك انت مش مضطر. نفس الحاجه لا مش لازم. لا مش حاجات مختلفه. ان هو لا لو انت فكرك محدود وده الواقع لا مش لازم تطلعني دايما انا المشكله. لا انت طبعا عشان اذكى واحده واشطر واحده في الكلاس. هو انت نمتي ولا ايه؟ لا مستناك تخلص بص تحت. عارف لما تبقى باصص اتفضل مريحك. فدي دايما لو نفس الحاجه لا يبقى احنا كده ما فيش خلاص. يعني خلاص احنا الاي كيو واقف عند بتبريك اب معايا من برنامج 2.57%. طيب يعني شوفوا عايزين عشان احنا مش ناقصين. شوفوا عايزين تفهموها ازاي عشان احنا مش ناقصين كده اصلا. يعني زقوا معانا اليوم. بكره اجازه. كل سنه وانتم طيبين. مشوا باقي النصايه ولا الساعه اللي متبقيه دي كويس. اللي متبقيه انا شايفاها. انا وجهه نظري مختلفه عنك في السؤال. شوفوا حابين انتوا تترجموه ازاي وردوا واحنا تمام هنقرا كل حاجه يعني. لو انت شايف يعني. طب انت ايه؟ انا قلت اللي عندي. انت ايه اللي مش ناقصاه؟ انا مش ناقصه ان انا اقعد ابرر ولا اشرح نفسي لاي حد ولا اقعد ابرر واشرح. انا مش ده الحاجه اللي انا مش ناقصاني. مش عايزه اجي. ليه مش عايزه اجي؟ مش قادره اجي. مش محتاجه ابرر. اصل ده في حد ذاته تبرير على فكره. مش عايزه. لا انت مش جايه ليه؟ مش عايزه اجي. ده مش تبرير. مش ما انت اكيد هترد على الناس تقول له. ما انت لو مش رايح لحد لازم تقول له انا مش جاي. مش هتقول له هتبص له وتمشي مثلا. ايوه لو حد قريب ليكي هيتفهم ده. ما واحده صاحبتك تقول لك عدي تقول لك تعالي اقعدي معايا شويه فتقولي مش عايزه اجي. انا بقى في المطلق مش مضطره. بس ما تحسيش ان ساعات انها ممكن تبقى داخله في حته مش ظريفه. خلاص بقى وصلت في حته مش قادره. يعني انت ليك الحق ان انت تقول او لا مش عايز جاي مش جاي رايح مش رايح. وهو الحق انه يقفش عليكي ويتضايق منك. خلاص هو حر. مش قادر. يبقى انت الشخص ده مش فارق معاكي. لا ما تقولش كده عليا.
امال مين؟ كنت انا بتكلم شلتك عليه هو. وشلت طيب احنا بنسأل امتى بتحس انك مش ناقص؟ يعني احنا قلنا مثلا مش ناقص ان انا اقعد ابرر، انت قلت ان انت مش ناقص علاقات جديدة مع الناس. ممكن تكون مش ناقص وجع دماغ يا مروان، يعني مش كل مشكلة لازم تقعد تحلها، ومش كل مش وفي مشاكل اصلا مش مشكلتك، ناس بتشتكي عشان تفضفض، ففي مثلا ايه مش ناقص وجع دماغ الحتة دي. مش ناقص اثبات، في مرحلة بتبطل ان انت تحاول تثبت انك تعبان مثلا، انك مجهد، انك مجتهد، فاهم؟ في حاجات كثيرة كده. مش ناقص ضغط مثلا. باي باي. كنتم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي